في هذه المناسبة جينا باش نكرسوا الالتزام ديالنا مع الحزب كقوة اقتراحية، قوة تشاركية إن شاء الله، باش نكونوا شركاء في مشاريع اللي يعرفها المغرب وفي التطور اللي يعيشوا المغرب إن شاء الله السنوات القادمة. اليوم هذا المؤتمر المهندسين التجمعيين اللي جا 13 مغاربة العالم اللي ضم تقريبا 100 مهندسة ومهندس من دول مختلفة، من إيطاليا، من فرنسا، من هولندا وبلجيكا، وطبيعة الحال من ألمانيا ومن المغرب، جاء لتبادل الأفكار والآراء وتشارك وربط الصلة بين مهندسين مغاربة العالم ومهندسين المغرب. 25 سنة ديال المسار ديال المملكة المغربية في القيادة ديال سيدنا الله ينصرو، وعدد الأوراش اللي تفتحات هذه المدة والوجه الجديد ديال المملكة المغربية بفضل المهندس ديال الوجه الجديد اللي هو سيدنا الله ينصرو. بطبيعة الحال كانت مناسبة التطرق معرفة بلادنا من إصلاحات سياسية عميقة جدا اللي انطلقت من الدستور ديال 2011، المفهوم الجديد للسلطة، المصالحة مع الماضي بفضل هيئة المناصفة اللي كانت لحظة مفصلية في المسار ديال بلادنا. اليوم المكتب الوطني حاضر بقوة في ديسلدورف هذا المؤتمر باش يعبر على الالتزام اللي قطعوه مع السيد الرئيس ومع أعضاء الهيئة باش يكون جنب المهندسين في جميع المبادرات الهندسية اللي عندها وقع على التنمية في بلادنا. هذا الشيء اللي شفنا اليوم كيعني بالملموس بأن بلادنا عندها كفاءات كبيرة يمكن نعتمدوا عليها باش نحققوا الأهداف الكبرى اللي سطرها صاحب الجلالة رسول الله بلادنا، باش بلادنا تزدهر خاصة في الميادين اللي المهندسين ديالنا لا في الداخل ولا في الخارج غادي يعطوها الشيء الكثير. سعيدة جدا بالانتخاب ديالي اليوم كرئيسة هيئة المهندسين التجمعيين للجهة 13. الثقة اللي داروها فيا الناس اللي حاضرين واللي دارها فيا السي أنيس بيرو منسق جهة 13 والسي أحمد البواري رئيس هيئة المهندسين والمناضلات والمناضلين ديال الحزب، لهم الشكر الجزيل. كنعبر لهم كاملين على الامتنان ديالي والتقدير ديالي على الثقة اللي داروا فيا، وحنا إن شاء الله غنخدموا يد في يد مع الزملاء ديالنا في المغرب وغنحاولوا نوصلوا كل ما كيترجاوه للقيمة المرجوة منا حنا كمهندسين ديال مغاربة العالم.